طيب هو أنا ممكن أعرف أنا غلطت معاك في إيه؟ زعلتك في إيه يا حمزة؟ لا داليا، انت مالكيش ذنب خالص، المشكلة فيا أنا. طب أمال إيه؟ أنا من حقي أعرف التغيير ده كل سببه إيه؟ ليه عملت كده؟ ما أنا قلتلك انت مالكيش أي ذنب في أي حاجة، وصدقيني أنا ما عنديش أي حاجة أقولها لك. كل اللي عاوزة أقوله لك إنك فعلا ما قصرتيش معايا أبدا في حاجة، ولا حتى غلطتي، وألف واحد يتمناكي وتستاهلي كل خير، وطالب منك بس إنك تسامحيني. وده اللي أنا قلته لخطيبتي لما طلبت منها إن إحنا ما نكملش مع بعض ونسيب بعض وكل واحد يروح لحاله، من غير ما أقول لها أنا عملت كده ليه. وعشان تعرفوا انتوا بقى أنا عملت كده ليه وإيه خلاني أتصرف معاها بالشكل ده، يبقى لازم أقول لكم كل الحكاية وخدكم كده معايا واحدة واحدة تسمعوها من أصلها ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا حمزة، وحكايتي بدأت لما رجعت من السفر، وفي مرة كنت قاعد مع ماما ولقيتها بتقولي: ايه يا ابني بقالك فترة كده راجع من السفر، وأكيد الحمد لله ظبطت أمورك كده وبدأت شغلك وكل حاجة بقت كويسة عندك ومتيسرة والحمد لله. أيوة يا أمي الحمد لله، كل حاجة تمام بفضل ربنا ودعواتك ليا. خير بقى يا ست الكل، شكلك عاوزة تقولي حاجة. بصراحة عاوزة أقول إن أنا نفسي أفرح بيك وأشوف ولادك كده قدام عينيا. العمر يا ابني بيجري وما هوش مضمون، ونفسي أفرح بيك. والله يا أمي إيدي على كتفك، لو لقيتي واحدة كده بنت حلال تتقي ربنا فيا أكيد هبقى مبسوط، وانت أكيد ليكي نظرة أحسن مني برضو. وفعلا وقتها أنا كنت أقصد كل كلمة قلتها لأمي. أنا ما كنتش مرتبط بأي حد، ومش عاوز أدخل في أي علاقة ارتباط من غير ما تكون رسمية. وأمي طبعا بقى ما صدقت، وبعد كلامنا ده بفترة مش بعيدة لقيتها داخلة عليا الأوضة وبتقولي: هي يا حمزة نمت ولا إيه يا حبيبي؟ لا يا أمي، تعالي يا حبيبتي اقعدي اتفضلي. بقى اسمع بقى يا واد، انت من كام يوم كده كنت قايل لي اشوف لك عروسة كويسة، صح؟ فعلا يا ماما صح، ما تقوليش انك لقيتي. لا ده انت كده بقى تبقي عايز تخلصي مني بسرعة قوي. ايه زهقتي مني كده ليه يا حاجة؟ يا واد بطل هزار، ولا زهقت منك ولا حاجة. ليه ما تقولش ان انا عاوز افرح بيك بسرعة؟ عارف يا ماما طبعا، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا ست الكل، انتي انا بهزر معاكي. طب خير بقى، قول اللي عندك يا جميل. بص يا ابني، دي بنت هنا معانا في العمارة بسم الله ما شاء الله عليها، أدب وأخلاق، وهي وأهلها عمرنا ما سمعنا عنهم غير كل خير. وهم يا دوبك بنتين، الكبيرة اتجوزت ومش فاضل بقى غير الصغيرة اسمها داليا. أيوة أنا شفتها قبل كده يا ماما، كنت نازل وهي كانت طالعة. ودول تعرفيهم كويس يا أمي؟ بص يا حبيبي، هم الصراحة ناس ما بيحبوش التدخلات الزيادة، يعني مش أكتر من سلام عليكم السلام لما قابلهم كده طالعين ولا نازلين في الأسانسير. وفي المناسبات والأعياد بسأل على مامتها بالتليفون، مش أكتر. لكن بالنسبة للتربية بصراحة مربين بناتهم أحسن تربية. وحصل، وماما كلمت مامتها وأخدت منها ميعاد، ورحنا وقعدنا مع بعض وتم القبول والحمد لله ما بينا، واتخطبنا بعدها على طول. على فكرة يا جماعة، هو القبول لما حصل يعني تقدروا تقولوا كده انه تم بسبب اخلاقها واحترامها ولباقتها في الكلام. لكن بالنسبة للشكل انا كان ليا مواصفات تانية، يعني طموحاتي كانت اعلى شوية، بس وقتها اتغاضيت عن النقطة دي لانها كانت فعلا شخصية محترمة جدا، ولسانها حلو قوي وقنوعة كده، دايما راضية بأي حاجة. بصوا معايا، أنا محتار قوي، مش عارف يا داليا،
هنعمل الفرح فين؟ طب وليه بس الحيرة يا حمزة؟ مش هتفرق خالص، عادي، شوف اللي يريحك وعلى حسب الإمكانيات اللي انت محددها. ولو لقيتها هتتأزم قوي يعني معاك، ممكن نعمله في قاعة كده بتكون تبع المساجد الكبيرة. أنا لسه حاضرة فرح صاحبتي هناك، كان حلو قوي وكان بسيط كده ومش متكلف. ازاي يعني؟ اصلا انا ليا اصحاب كتير قوي ومعارفنا واهلنا، فعايزين نشوف مكان كويس وكبير. لا، اذا كان على كده بقى يا حمزة يبقى يدوبك نعمله في الاستاد، مش هينفع القاعة التابعة للمسجد. انا كنت اقصد يعني يبقى كاتب كتاب خفيف كده، يعني حاجة شيك كده وعلى قدها، بتتعمل للافراح البسيطة، وبعد كده العريس والعروسة بيروحوا. بس كده؟ لا طبعا مش للدرجات دي. انا اول مرة اشوف عروسة مش مصممة على فرح، دي ليلة العمر يا بنتي زي ما بيقولوا. لا والله يا حمزة مش كده، انا اكيد بتمنى حاجة زي دي، بس اكيد مش هضغط عليك برضو لو الامكانيات مش سامحة عندك. وهي فعلا كانت كده، مش بيلفت انتباهها اي حاجة غالية او اوفر، كانت بسيطة قوي، بسيطة في كل حاجة. المشكلة بقى كانت فيا انا. لو حصل اي تجمعات او خرجنا مع بعض، بلاقي نفسي غصب عني بيلفت نظري جمال البنات التانية اللي حوالينا، البنات الشيك دي اللي بتلبس حلوة قوي والميك اب بتاعهم حاجة كده شيك قوي، مش زي داليا. وكنت لما بلاقي نفسي ملتفت لناس غيرها كنت بتضايق قوي، بحس قد ايه مش مالية عينيا. انا فعلا انطباعي عنها في اول مرة زي ما هو، داليا في مستوى جمالها ما كانش عندي رضا كامل بيه. وساعتها رحت وحكيت لماما، وده اللي دار ما بيننا وقتها. هي اللي انت بتقوله ده يا حمزة، هو انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا بحكي لك اللي انا حاسه يا امي، مش احسن ما اتجوزها والاقي نفسي بعد كده مش مرتاح وعينيا على ناس تانية غيرها؟ هو انت بقى اللي بتبص عليهم دول، اللبس اللي بتكلف بزيادة وال3 كيلو مكياج اللي بيبقوا على الوش؟ يا حبيبي دول بيبقوا منظر وبس، مش بيعرفوا يفتحوا بيوت. اتقي الله يا حمزة وما تظلمش يا حبيبي، عشان ربنا ما يبعتلكش اللي يظلمك. وحاولت كتير، وكنت كل ما اقعد مع نفسي افتكر كل الحلو والمميزات اللي موجودة في داليا، لاني فعلا بدأت احبها، بس غصب عني مستوى جمالها ما كانش هو اللي انا بتمناه، وغصب عني كنت احطها مقارنة مع اي حد، وخصوصا يعني لو نسبة جماله اعلى منها، وافضل اخلق لنفسي مبررات واعذار. وحسيت اني ممكن اظلمها بعد الجواز، وقررت وقتها افسخ الخطوبة دي، وده اللي حصل ما بيننا. داليا، انا عاوزة اقولك على حاجة، بس كل اللي انا عاوزه منك انك تفهميني كويس وتسامحيني. اسامحك على ايه يا حمزة؟ خير، انت قلقتني، في حاجة ولا ايه؟ في يا داليا، انا مش عاوزة ان احنا نكمل مع بعض، وربنا يسعدك ويرزقك يا رب بالاحسن مني. نعم؟ طب ممكن اعرف في ايه؟ انا غلطت معاك في ايه او زعلتك في ايه؟ ابدا، انت مالكيش اي ذنب خالص يا داليا، المشكلة فيا انا. امال في ايه بس؟ انا من حقي اعرف التغيير ده سببه ايه؟ ما انا قلتلك بقى، انت مالكيش ذنب في اي حاجة، وصدقيني انا ما عنديش اي حاجة اقولها لك، واللي عايزة اقوله لك انك ما قصرتيش معايا ابدا في اي حاجة، ولا غلطتي في حقي، والف واحد يتمناكي، وتستاهلي كل خير يا داليا، وطالب منك بس انك تسامحيني على قد ما تقدري سامحيني. وفسخت الخطوبة، والوقت ده امي كانت زعلانة مني قوي. وبعد فترة مش كبيرة اتعرفت على سارة لما كنت في النادي مع اصحابي، وحسيت وقتها اني مشدود لها قوي. وبعد ما اتقابلت معاها كذا مرة بحكم اننا يعني لينا اصدقاء مشتركة، قررت اني اقول لها ان انا عاوزة ارتبط بيها واني حبيتها، ولقيت منها هي كمان قبول، واتجوزنا. وكنت مبسوط قوي قوي معاها، مبهور بيها، جمالها وشياكتها وأناقتها، كل حاجة فيها شدتني. لحد بعد شهرين من الجواز وبدأت تتغير في حاجات كتير قوي. بصوا بقى معايا، بقول لك ايه يا حمزة، ما تنساش قبل ما تنزل الصبح سيب لي فلوس.
اصل انا لما اصحى كده على مهلي هخرج شويه مع اصحابي، وكنت عاوزه اشتري شويه حاجات ليا. حاضر من عينيا مفيش مشكله، بس هو انت يعني مش شايفه ان الخروج بقى كتير قوي الفتره دي مع اصحابك؟ لازم تعرفي الفرق ما بين حياتك قبل الجواز وحياتك بعديه. يعني ايه؟ هو انت عاوزني اقعد ما بين 4 حيطان في البيت ولا ايه؟ هو لما اقول لك قللي خروجك شويه يبقى عاوزك ما بين 4 حيطان؟ عموما مفيش مشكله يا ستي، اخرجي زي ما انت عايزه، ما انت اتفقتي معاهم، بس بعد كده اعملي حسابك 2 3 في الشهر اخرك، لكن انا وبيتك اولى باي وقت منك. وطبعا ما كانتش تسكت ولا كان يرضيها، تقوم الخناقه بقى، ولسانها ما شاء الله ما كانش يتوصى ولا بتعرف تمسكه ابدا في الغلط. كل ده كوم، وطريقتها بقى واسلوبها مع امي اللي في قمه قله الذوق كوم تاني خالص. تعالوا اتفرجوا بقى. منورين يا حبايبي، ازيك يا ساره، عامله ايه؟ مش بتيجي يا بنت تسالي عليا ليه؟ مش تيجي كده يا حبيبتي وتقعدي معايا؟ ده انا يا بنتي ببقى قاعده لوحدي وزهقانه. طب وانا اعمل لك ايه يعني يا طنط؟ حضرتك زهقانه، انا في ايديا اعملهولك، ما انا كمان يومي مشغول ومش بلاقي اي وقت خالص. معلش بقى يا طنط، ربنا معاكي. ماما ساره قصدها بس ان اليوم ما فيهوش بركه، وبتفضل على متاخر كده، فبتقلق انها تكلمك لحسن تكوني نايمه ولا حاجه. والله طب يا حبيبي مفيش مشكله، كلوا الكيك، اصلا انا عملته لما عرفت انكم جايين، هعملها مخصوص عشانك يا ساره. قولي لي بقى ايه رايك فيه؟ لا يا طنط السكر زياده قوي قوي فيها، وانا عامله دايت، معلش مش هقدر اكلها، متشكره قوي مش عايزه. ولقيت امي بتبصلي وانا فاهم عاوزه تقول لي ايه. عاوزه تقول لي هي دي اللي عجبتك وفضلت الشكل عن الاخلاق معاها؟ فضلتها عن بنت الناس الطيبه اللي كانت بتعمل حساب الكلمه قبل ما تطلع من بقها. وعدت سنين وساره زي ما هي، كل يوم في سوق اكتر من الاول. وفي مره كانت نازله خارجه، فبقول لها ايه يا ساره ده؟ هو ايه اللي انت لابساه ده؟ هو انا مش قلتلك تاخدي بالك بعد كده من طريقه لبسك دي شويه؟ هي يا ساتر يا رب، ماله يعني؟ هو انا كل ما اجي انزل تعمل لي حوار كده من مفيش؟ ما انت متجوزني وعارف ان هي دي طريقه لبسي من الاول، واتفقت معاكي واحده واحده ان لبسك ده يتعدل، وانت وعدتيني انك هتحاولي. دي ما بقتش عيشه، كل حاجه بنكد، مش بتعدي اي امور بسلاسه ابدا، مجادله وتحكيم راي في كل حاجه. انا بجد زهقت والله، ومين سمعك؟ ده انا مستحملاك بالعافيه يا اخي. وكلمه منها على كلمه مني واتفقنا على الطلاق وانفصلنا. والغريب بقى اني كنت بشوف داليا لما بتيجي عند مامتها العماره، ما هي داليا اتجوزت وما شاء الله عليها، مرتاحه جدا في جوازها ومعاها بنوته كمان، وكنت بشوفها هي دايما متشيكه زي ما هي، لبسها محترم، وكأن ربنا كان بيحطها قصادي بالصدفه عشان اعرف قد ايه كنت غلطان. كنت غلطان لما سبتها ورحت لغيرها. ولقيت امي بتقولي انت ظلمت يا حمزه وغرك الشكل والمظهر الكذاب، ونسيت يا ابني ان جمال الشكل بنتعود عليه وانبهرنا بيه بيروح مع العشره، ويفضل لك جمال الروح واللسان الحلو، يفضل لك الشخص اللي يعيش معاك ويصونك ويصون بيتك يا ابني. يا ريتك تكون فاهمني. فاهم يا امي فاهم، بس للاسف فهمت متاخر قوي. عندك حق في كل كلمه قلتيها لي قبل كده وكل كلمه بتقوليها لي دلوقتي. وانتوا كمان يا ريت تكونوا فهمتوا وما تغلطوش غلطتي، ولا يغركوا المظاهر، ووزنوا الامور كده بالراحه بميزان العقل، وعشقوا الروح. عارفين ليه؟ لان هي اللي بتكمل معانا، لكن حلاوه الشكل العمر بيغيره وبنتعود عليه، لكن الروح الحلوه والاخلاق هما اللي مش بيتغيروا ولا بيأثر فيهم وقت ولا زمن.